الإفريقية في ظل رغبة كل من نادي الهلال السوداني الملقب بسيد البلد، واللي بيرغب النهارده في تحقيق فوز وانتصار وترشح للدور نصف النهائي لهذه البطولة أمان لربوع السودان، ونشوف الهلال في طبعا مكانه الطبيعي الموج الأزرق، هلال الملقب طبعا بنادي الشعب في السودان، وأمامه نادي البطولة وكذلك أيضا نادي الترجي اللي سيلاقي الفائز من الملعب المالي ولعب في الدوري الموريتاني، لكن دائما وابدا جمهوره خلفه ومناصريه خلفه في طبعا ظل الاجواء الصعبه الموجوده في السودان. في الجانب بين حماس وعزيمه الهلال في نسخه مختلفه لهلال جديد بشكل جديد امام فريق يملك طموح ورغبه في تطوير احلامه الافريقيه بالتتويج والفوز بلقب دوري الابطال في افريقيا للفريق المغربي. نهضة بركان الفريق اللي يريد في هذه المباراه البركنه، لديهم ثقه ويريدوا الوثقوي اكيد طبعا نادي الهلال، ومحاوله تعويض نتيجه التعادل الايجابي واحد نادي الهلال السوداني ونادي نهضة بركان المغربي هنا في كيغالي في ملعب اماهورو. هذا الملعب طبعا 45,000 مشجع. ادي امامنا انس ازنيت عن مباراه الذهاب. ادي امامنا التشكيل هنا: فريد في حراسه المرمى، في الدفاع موجود في اليمين جمر الدين جبريل كبره، ايوب خيري عفوا هو كابتن وقائد اعترض على تحكيم طوب بنجيل في لقاء الذهاب الجنوب افريقيا. ادي عيسى سي جبريل كباره على مستوى الفار في مباراه اليوم، وتشكيل فريق نهضة بركان امامه كل من قندوس رقم 7. شوف الجماهير، ادي جمهور المنتخب جان كلود امامنا البوروندي اللقطه اللي فاتت، وايضا ادم كوليبالي، الطرفين اللي هم بيميزوا الحقيقه اداء فريق نادي الهلال السوداني. سر قوه الهلال الاجنحه، مراوغات وتسديدات، عندهم حلول فرديه ممكن تصنع الفارق امام خبرات لاعبي نادي نهضة بركان. صحيح احلال وتجديد، لكن برضه من الفرق المميزه، وبدا يعود الحقيقه في الدوري. فاز بصعوبه على الدفاع الحسن الجديدي في اخر مباراه، كان 2-1. التحام موجود ما بين جمر الدين مامادو وما بين يوسف مهري، لكن بص الانطلاقه هتشوف كتير قوي النهارده. عماد رياحي في الجانب اليمين، عماد رياحي في اليمين، حمزه المساوي اللي النهارده بيعود الى 29، ومن العناصر اللي كانت موجوده ايضا في المحليين مع المنتخب المغربي في 20 وكان 21 طبعا من اللاعبين المميزين. هذا اللاعب طبعا مجموعه ضمت سان داونز والمولوديه طبعا الجزائري ولوبوبو الفريق الكونغولي، في حين في الجانب الاخر جمع 11 نقطه، في حين في الجانب الاخر فريق نهضة بركان تخطى اهلي طرابلس الليبي، كان ثاني ما يونس لاعب الرجاء السابق يونس أيضا. حتى الآن الخطيرة كرة وانطلاقة جان كلود، عرضية الرياحي اللي سقط فيها يوسف مهري، وكان طبعا حكم اللقاء والفار موجودين، كانش فيها حاجة، التحام كان موجود، ولكن طبعا لا ترتقي انها تكون ركلة جزاء. قندوس، اسماعيل قندوس، فرصة يوسف مهري، لكن يبدو هناك راية وتسلل. شوف بقى الاعداد النفسي والفرص، لكن هي ظروف مباراه موجوده، وفريق نادي نهضة بركان يملك حقيقه مقومات ايضا الفوز والانتصار، لانه بادئ بقوه قوي، لكن رايه وتسلل على يونس الكعبي بعد ما كان في فرصه بعدها طبعا واتاحه الفرصه ويت ان سي كما هو موجود طبعا في ظل وجود الفار بدايه من لقاءات خروج المغرب. كانش موجود الفار في المباريات المجموعات او في الادوار التمهيديه، لكن بيتواجد امامنا. هي التسلل كان موجود على يونس الكعبي، والفرصه اللي جت بقى هنا ليوسف مهري، لكن كان في هذه الفرصه دي كانت لحمزه، لكن زي ما قلت لحضرتك هو تسلل من الاول على يونس طبعا الكعبي. مره ثانيه الهلال انطلاقات جان كلود الفرق السودانيه، ومنها ايضا كان المريخ، وتجربه ايضا في الجزائر مع اهلي بوعريرك بانطلاقات كتير. هنشوف النهارده انطلاقات كتيره. ادي منير شويعر يروح برضو في هذا الجانب، وفاول على جان كلود. جراميجيتشا امامنا اهو، لاعب بوروندي. فريق رائع، فريق خد ثقه في كره. عبد الحق عسال كان متقدم لطفا. ادي عبد الحق عسال دولي على فكره، عبد الحق عسال يعني دولي، لعب امام جامايكا وامام زامبيا وانجولا، واستودع على فكره في لقاءات اخيره وديه، يعني كان امام بنين وامام تونس في العام الماضي 20 بطل كاس العرب الاخيره في قطر، وكذلك ايضا زي ما قلنا بقى لقب
افريقيا 2025، اللقب اللي تحقق يعني في يعني بعد 50 عام منذ لقبهم الوحيد اللي كان في المغرب 1976. المره التحرك، تغطيه دفاعيه، حمزه مساوي خارج الملعب، عبد العالي محمدي، زهير العروبي، لما كوجا التوجولي، العربي الناجي، محسن ياجور برضه لعب فتره، اسماعيل المقدم، يعني الاسماء، البكر الهلالي، قايمه كبيره، النمساوي، مين تاني يعني، حمزه رجراجي، زكريا حضراف، لكن مقطوعه. يلعب اللاعب لزولو امامنا، لزولو يلعب الكونجولي، لاعب مازيمبي السابق على فكره، لاعب ارنست. لزولو هو اللي بيلعب حلوه وايه، وتسديده من جان كلود، رائع جان كلود. ثاني كوره عرضيه جان كلود البوروندي، والثانيه هي امامنا، عنده هدفين في هذه البطوله. جان كلود عنده لمسه حلوه قوي، بص مراوغه، الحاجات بقى اللي تعجب، اللي تنتزع الاهات، الحاجات دي بقى لو في ام دورمان كنت تسمع ايه؟ كنت تسمع اصوات تانية خالص. محاوله في اللقطه اللي فاتت، الكره اللي اتعملت بشكل مميز قوي، ولكن تطلع الى خارج الملعب من جان كلود. عملت حلوه الحقيقه من جان كلود في اللقطه الماضيه. نهضة بركان، فرصه للهلال. 20 دقيقه مضت وما زلنا مع التعادل السلبي. انطلاقه المره دي، فاول لصالح عماد رياحي، فاول لعماد. بص امامنا هنا في الشمال، ادي اللاعب لزولو 12. اللقطه اللي فاتت، ودي التدخل في الوجه من ولي الدين خضر بوجبا. صلاح الدين عادل، لاعبين المهمين، لكن مش موجود النهارده في قائمه. السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على التجمع العائلي مع الابناء. تشكر جميع المشاركين على الدعم ديالهم المتواصل، وبالنسبه للمتتبعين نتمنوا يشاركوا في القناه باش يوصلهم الجديد ان شاء الله. باش نتكلموا على التجمع العائلي خصنا نعرفوا بلي راه كاين نوعين. النوع الاول وهو الناس اللي عندهم الجنسيه، والنوع الثاني بالنسبه للناس اللي عندهم البيرميسو دي سوجورنو. فالتجمع العائلي مع الابناء الى حدود سن 18 سنه فهو حق بجوج بهم عندهم الحق انهم يجيبهم، سواء اللي عنده الجنسيه او اللي عنده البيرميسو. فالاختلاف فقط كاين في الشروط. فبالنسبه للناس اللي عندهم البيرميسو دي سوجورنو فكلها شروط اجباريه. بالنسبه للناس اللي عندهم البيرميسو دي سوجورنو اذا كان غادي يجيب شي واحد اقل من 18 سنه، شروط وهي السكن، الدخل، وخصو يحترم الامطار المطلوبه، ما خصو يكون عنده العمل بالوراق ديالو ويديروا تلوجيت. ذلك الدخل خصو يكون كافي، ما خصوش يكون ناقص منه حتى شي حاجه، خصو يحترم جميع هاد الشروط هادو يعني. فبالنسبه اللي عنده الجنسيه فالشروط ماشي كلها اجباريه. بالنسبه للسكن فهو اجباري، خصو يحترم الامطار اللي مطلوبه منه. اما بالنسبه للدخل فهو اختياري ماشي اجباري. اما بالنسبه للتجمع العائلي بالنسبه للاولاد اللي اكثر من 18 سنه فبالنسبه للناس اللي عندهم البيرميسو دي سوجورنو لا يمكن الا في حاله استثنائيه، يعني يكون عنده شي ولد معاق ويكون عنده شواهد معترف بها من طرف الدوله. في هذه الحاله هذه فبامكانه انه يجيب الولد ديالو ولا البنت ديالو. اما بالنسبه للتجمع العائلي مع الابن اكثر من 18 سنه بالنسبه للناس اللي عندهم الجنسيه فهو ممكن، ولكن بشرط ان هذا الابن هذا يكون هو الوحيد اللي كاين، يعني ما يكونش مزوج وما يكونش كيصرف عليه شي واحد اخر، ويكون هذا الولد هذا ولا هذه البنت هذا كيصرف عليه اللي غادي يجيبو، ويكون عنده اوراق باللي راه كيصيفط ليه على الاقل 3000 اورو في العام. في هذه الحاله هذه بامكانه انه يجيب الولد ديالو. بالنسبه للوثائق اللي مطلوبه فهي جواز سفر، نسخه من عقد زياده سواء للابن او صاحب الطلب، شهاده القرابه العائليه، شهاده العزوبه بالنسبه للابن او البنت، وشهاده التكفل بالنسبه اللي قدم الطلب، تامين صحي اذا كان الابن اقل من 25 سنه. اما بالنسبه اذا كان اكثر من 25 سنه فكذلك خصو يكون عنده التامين خاص به. طبعا كذلك يطلبوا منك الوثائق كتثبت السكن، وكذلك يطلبوا منك وثائق كتثبت الدخل ديالك. وهذه هي الوثائق المطلوبه بالنسبه للناس اللي غادي يجيبوا ولده عنده اكثر من 25 سنه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه. مع السلامه.